السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال ده والحلاوة؟ الكشري مصري تحفة وغرفاه على نوعين، غرفة مرة الرز تحت والمكرونة فوق، وغرفة دوات المكرونة فوق والرز من تحت ومشكلة الغرف. فمش عارفة بقى، قولولي اللي احط الرز من فوق ولا المكرونة رز بشعرية من فوق ولا من تحت؟ قولولي ان هو اللي بيكون احسن. ومعانا دينوات الدجة تحفة، ومعانا كده الشطة، وغرفة لكم غرفة للعيال قالوا لنا غرفنا فيها في العلبة بتاعت الكشري، عايزين يعيشوا جو بره، عملته لهم احلى من بره. شايفين بتفاصيله وحركاته وتكاته. هنبدأ كده بالمية المغلية بتاعت المكرونة. حطينا معلقة ملح ومعلقتين زيت ونسيبهم يغلوا. قلنا تعالوا نعمل كده عقبال ما يغلوا نعمل الرز بشعرية. حطينا الشعرية وحطينا زيت وبنقلب. لازم نحمر الشعرية واحنا بنقلب كده هنحط هنحط معلقة ملح كده علشان تسرع في التحمير. وده بعد ما احمرت كده غسلين الرز هننزل بيه مع الشعرية. تحفة يا جماعة، سهل وبسيط وسريع كده وان شاء الله ينول اعجابكم. ينفع في فطار في غدا، يعني جميل والله العظيم، احسن من بره واقتصادي في البيت، احسن ما تجيب العلبة الصغيرة ب10 جنيه وما بيشبعش. فاعمليه في البيت احسن. ونصلي بينا على النبي كده يا جماعه، واحنا نحط اللايك ونحط الاشتراك. ادينا بعد ما نتفلفل نزلنا بالكتك كده بميه سخنه، ونطلع بعقل الصابع من الرز كالعاده، ونوطي عليها علشان كده الميه مغليه. فاحنا نوطي عليها من دلوقتي عشان شايفين الميه مغليه كيف. واحنا كده نصلي بينا على النبي كده يا جماعه. وما تنسونيش كده في الدعوات لاختي اللي ربنا يشفيها ويعافيها، اللهم امين. وحشتونا معلش النت فاصل، فان شاء الله كله مردوداله بس. وطلعنا بعقل الصبح كده من الرز. وبعد كده هنوطي عليه ونغطيه ونصلي بينا على النبي ونحط اللايك ونحط الاشتراك. بعد ما الميه ديكم زي ما انتم شايفين غليت، هننزل بالاسباجيتا الاول، وبعد كده 5 دقايق، وبعد كده ننزل بالمكرونه العاديه. هننزل كده بالمكرونه العاديه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما نتحرمش منكم ومن لايكاتكم ومن اشتراكاتكم، وحشتونا والله. ربنا يا رب يجعلكم نعمه في حياه، اللهم امين. وصلوا بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده كام دقيقه رحت هنزل المكرونه العاديه الكوع، على حسب كل واحد جايب مكرونه نوعها بس. وحطيتها عشان الكوع بتطيب بسرعه قبل الاسباجيتا، فنزلت بالاسباجيتا قبل الكوع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اديني قلبتهم. وبعد كده اللهم صل وسلم على سيدنا. هنعمل على سيدنا محمد. هنعمل حطيت اول حاجه الحمص الاول، حمص الشام الاول. وبعد كده بعد 10 دقايق نزلت بالعدس ابو جبه. وبعد كده نزلت بنص معلقه ملح. ودوياتي التجليه رحت سبته مع نفسهم الحمص والبتاع دواتي والعدس. ودي التجليه اللي هعملها بيها. حاطه بصلتين 3 وقرن فلفل اخضر، ومعانا توم. هنا التتبيله بتاعتهم التوم وكزبره وكمون، اهم حاجه الكمون ولا جلوري، وسنه ملح وسنه السكر، وهنزل بيهم كده. والشطه انا حطاها الشطه ضربها في الخلاط مع الطماطم. والشطه حسب كل واحد برغبته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا عشان بخاف من الشطه يا جماعه حطيتها في في الطماطم. وهاديها بنفس الصلصه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البصله خدت منها شويه اللي احنا هنجلي منها علشان للتزيين، بتخلي طعمها تحفه لما احنا بناخد منها وتكون فيها التوابل. وهنطشها بيها بعد ما احمرت، هنطشها بالخل. نزلنا بنص كوبايه خل. وديات الطماطم اللي انا حاطه فيها قرن الشطه وضربها في الخلاط. ونسيبها تتسبك. اهم حاجه التسبيك بتاعه الصلصه. ونصلي بينا على النبي كده يا جماعه. وادينا بنقطع فصان توم نيين، بتدي تيست وطعم جميل يا جماعه، بتودي الكشري في حته تاني. تكه بسيطه وكدهواتي بس بتفرق في الطعم والله. ما نتحرمش منكم ومن اشتراكاتكم. ونصلي بينا على النبي كده يا جماعه. والبلد يوكل كده مع دعاه. معلش الكاميرا كده مشبره مع لما طشيت البصله والتومه بالخل فشبرت الدنيا عندي.
وخلاص كده استوت اللهم صل على النبي حمص الشام والعدس. وادينا الصلصه كده اتسبكت وزودتها بشويه ملح، زودتها بميه. وبعد كده تعالى نعمل الدجه. نزلنا سخنا حته زيت كده، كد معلقتين زيت، ومعانا كام فص توم وكمون اهم حاجه وكزبره وشطه. يا دوبك هنحركهم بس يسخنوا في الزيت، مش هنحمرهم ولا حاجه، بس عشان يدي طعم الدجه يبقى طعمها جميل. انا كده اهواتي يا هطشها يا جماعه، انا مش هحمرها ولا حاجه، انا زي ما انتم شايفين كده اهواتي يا دوبك يسخن الزيت بس. وهننزل كده اهواتي بكوبايه خل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بتدي طعم جميل يا جماعه، اللي عايز يعملها يعملها. بس هي بردك ايه، هي بتدي طعم حلو للحج كشري. وادينا طشتها بايه بالخل. بعد ما يغلي كده الخل يا جماعه، ادينا خلاص نزلت بكوبايه خل. بعد ما يغلي كده كويس هننزل بايه بنص كوبايه ميه مغليه. الخل هيبقى اكتر من الميه. واديكم شكل الاخير، وادي الدجه، وادي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الكشري بكل تفاصيله وحركاته. واللهم صل على النبي، يعني طعمه وريحته جميله والشكل تحفه. حتى بقول لكم طبق فيه مكرونه من فوق والرز من تحت، وعاكسه بقى عامله الرز من فوق والمكرونه من تحت. تحفه يا جماعه. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، ما تحرمش منكم من لايكاتكم. باي، مع السلامه.